ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل رز بلبن بتاع المحلات اللي احنا بنحبه كده، وبنبقى عايزين نعرف طريقته ايه. الكريمي الجميل جدا جدا، اللي وشه بيبقى مكرمش كده زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة. طريقة سهلة جدا جدا جدا، 10 دقايق بالظبط هتكوني مخلصاه. ولتر لبن ما شاء الله بيعمل كمية كبيرة جدا جدا. امشي على الخطوات اللي هقولك عليها، بجد هتتبعيه ومعدتش هتعملي قلق الطريقة دي. شايفين الجمال؟ بجد حلوة قوي قوي قوي. تابعوني لاخر الفيديو نشوف بالظبط الطريقة ازاي. اول حاجة نجيب حلة كده على النار. دي بالظبط نص كوباية رز. نص كوباية رز غسلينه كويس جدا جدا، نص كوباية بس. حطيناها على النار كده، عليها بالظبط 3 كوب ونص مية. يبقى نص كوباية رز مغسول كويس قوي، عليهم 3 كوب ونص مية. يبقى 3 كوبايات ونص مية على نص كوباية الرز، كلهم كده على النار. النار تكون متوسطة. تمام، حلو جدا اهو. هنسيبهم بقى على النار لحد الرز ما يستوى خالص خالص كده. بقى معايا بالشكل ده، الرز استوى جدا جدا جدا، بقى 100% سوا. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة. ده بالظبط لتر لبن، عليه معلقتين كبار لبن بودرة، معلقتين كبار كريم شانتيه. والكريم شانتيه واللبن البودرة بجد بيخلي طعمه خطير زي المحلات بالظبط، واحسن كمان. يبقى ضفنا لتر اللبن، عليهم معلقتين كبار كريم شانتيه، معلقتين كبار لبن بودرة. النار كل ده متوسطة، ما تعلوش النار خالص. تمام، هنقعد نقلب بقى ايه شوية كده، وبعدين هنضيف السكر. والسكر ده حسب رغبتك انتي، يعني انتي بقى السكر ده براحتك خالص. انا ضفت بتهيألي 5 معالق او 4 معالق سكر، انتي اللي يريحك ضيفيه من السكر. تمام. وبعدين هضيف بقى فانيليا زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين ما سيبش بقى ايه المعلقه من ايدي، لا هفضل اقلب، ما سيبش المعلقه من ايدي خالص، عشان الرز ما يلزقش كده في قاع الايه الحله. هنفضل نقلب كده كويس قوي 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 زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. يعني هنقلب شويه كده ايه حلوين. تمام، انا عايزاه بس ايه يبتدي ايه يغلي كده قبل ما اضيف النشا. تمام، حلو جدا. خلاص هو ابتدى ايه يغلي. دي نص كوباية لبن، عليهم 3 معالق ونص كبار نشا. يبقى نص كوباية لبن عليهم 3 معالق ونص نشا، معلقة كبيرة. تمام، وانا هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. طبعا مش هسيب المعلقة، حطيت النشا هفضل بقى ايه اقلب اقلب حبة كده ايه حلوين. يعني هياخد مثلا 10 دقايق كده او حاجة، لحد القوام ما يبتدي يتقل معايا وتحس ان هو بقى خلاص كريمي وجميل جدا. بس ما تسيبيش المعلقة من ايدك عشان النشا ما تعملش كده تكتلات، وما يبقاش الموضوع مش حلو. تمام، شايفين كده بدأ بقى ايه يتقل اهو. شفتوا بقى سهولة اكتر من كده؟ جميل قوي قوي، وبجد النتيجة بتبقى خطيرة اهو. زي ما انتوا شايفين ابتدى بقى ايه يتقل اهو، حلو جدا. والرز مستوي وجميل قوي 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 وكريمي كده زي ما انتوا شايفين، حلو جدا جدا جدا. جربوه وانا متأكدة ان شاء الله ان هو هيعجبكم. خلاص غلى، طفيت النار. اطفي بقى ايه النار على طول، اول ما يغلي اطفي النار على طول. تمام، خلاص انا كده خلاص طفيت النار، هو غلى. اطفي النار على طول. اجيب بقى ايه الكاسات بتاعتي اللي انا هحط فيها. وما شاء الله اللتر لبن عمل معايا كمية حلوة جدا جدا.
حلو قوي، كريمي جميل جدا جدا، الطعم بجد زي المحلات بالظبط، ما يفرقش حاجة عنه، بل بالعكس احلى كمان، وكفاية ان هو هيكون من ايدك. طبعا انا مش هحطه في التلاجة الوقتي خالص، اول ما يبرد نهائي خالص، يبرد خالص خالص، هدخله التلاجة واحط عليه الصينية دي عشان يعمل يعمل وش مكرمش زي ما احنا عايزينه. لازم تغطيه في التلاجة. انا سبته ليلة كاملة بالظبط في التلاجة، ده يعني انا ده تاني يوم الصبح بقى طلعته من التلاجة، شلت بقى من عليه الصينية كده، وهو شايفين بقى الشكل كله طالع وشه مكرمش كده زي ما انتوا شايفين، وحلو جدا جدا وكريمي وجميل قوي زي ما انتوا شايفين كده. وما شاء الله عمل معايا كمية حلوة جدا. عايزة بقى انت تحبي بقى تحط عليه جوز هند او زبيب او مكسرات، اللي يريحك. انا بصراحة بفضل ان اسيبه كده سادة خالص كده، عشان احس بطعم ايه الرز باللبن كده زي ما انت شايفة بقى كريمي وجميل ازاي. اهم حاجة عايزة وشه يبقى مكرمش، لازم تغطيه بقى بستريتش راب او طبق او صينية، اللي عندك اعمليه مفيش اي مشكلة. شايفين بقى الجمال حلو ازاي وكريمي وجميل قوي قوي. شايفين؟ جربيه بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبك جدا، وهتكون الطريقة المفضلة ليكي. بجد حلوة قوي. انا بصراحة من عشاق الرز باللبن، بحبه قوي قوي، وبحب ان انا اعمله بطريقة ايه سهلة كده، متبقاش معقدة، عشان اعمله بقى ايه على طول. شايفين الجمال؟ جربوه ان شاء الله يا حبايبي هيعجبكم، وبألف هنا على قلوبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير. ولو ما عملتيش لايك ياريت تعملي لايك، ومع السلامة.